نتائج أسود الأطلس اليوم في الدوري الأوروبي، كاين اللي منو اللي كيطمع وباقي كيقدم المجهود، كاين منو اللي مازال خصو يخدم شويه باش يرجع للمستوى ديالو. البدايه ايوب الكعبي، اليوم الفرقه ديالو اللي فازت ب 3-0 امام براغا، وسجل هو هدفين وكان هو نجم اللقاء. سجل هدفين يعني راس الحربه قناص ما شاء الله تبارك الله عليه. بالنسبه لنصر المزراوي فهو كيقدم مردود لا باس به رغم اليونايتد كارثه من كل الخطوط، تعادل بثلاثة ثلاثة في اخر لحظات المباراه. بالنسبه لنايف اكرد في المباراه الشوط الاول ما لعبش، سالت الشوط الاول بجوج واحد امام اندرلخت، لكن دخل في الشوط الثاني بقات النتيجه كما هي 2-1 لصالح اندرلخت، وكان مردود ديالو افضل من باقي لاعبي ريال سوسيداد تقريبا بواحد التقييم اللي كان عالي. المباراه اللي كتجمع فيها جوج ديال المغاربه سفيان امرابط ويوسف النصيري، اللي تقريبا يوسف النصيري خرج في شي دقيقه 69 بعد اداء كارثي صراحه، هو اللي مازال خصو يخدم على راسو. اما امرابط اللي دار اسيست في الماتش وكان هو نجم اللقاء.